وهناك كده زي ما قلت لكم ابو العباس. الشاطئ هنا مجانا، اللي عايز يقعد على الكراسي بالمشروبات، لكن اللي عايز يقعد من غير كراسي كده مجانا. بصوا كده الكرسي هنا ب10 جنيه. اللي عايز يقعد على الكراسي الكرسي ب10 جنيه. في كمان بلبن هنا، ادي كده بلبن. والنظامي برضو معروف هنا الايس كريم، واجي فرع بلبن اللي هنا. قاعدة جميلة زي ما شايفين كده، قاعدة جميلة جدا. والاطفال والكبار برضو بينزلوا على البحر. وكبدة فرج ابو خالد، كبدة فرج ابو خالد طبعا معروف برضو هنا كده. واجي القعده كده تاني. ميه، بصوا الميه نضيفه ازاي، ميه نضيفه وجميله. ميزه هنا بقى كمان ان الموج هادي جدا كده. الباص ابو دورين، الاتوبيس ابو دورين. متعه تانيه خالص. بس كده متعه تانيه خالص برضه. زي ما شايفين القعده جميله ازاي. ميزه بقى بقول لكم الميه هنا الموج هادي جدا، يعني امان قوي للنزول. بصي تحسي مفيش موج خالص هنا، صح؟ مفيش موج خالص. بصي هي هاديه قوي، هاديه جدا، عشان كده الاطفال بتبقى نازله بامان. واجي كده تاني كبده فرج ابو خالد. بصوا كمان بقى المباني بتاعت بحري، من اول المنشيه وبحري كده، المباني القديمه العريقه. واجي كده جيلاتي عزه، كافيه عزه الاول وبعدين جيلاتي عزه اللي هناك، وفلافليه في النص. قلت لي بقى فلافليه كان مشهور بايه الاول؟ اول ما طلع كان عامل ترند اللي هو الفلافل بالايس كريم، صح؟ كان هو فلافليه ده كان عامل فلافل بالايس كريم. بصوا بقى المراكب هنا بقى احلى فيو هنا على المراكب دي. بصوا كده قريبين جدا من القلعة. بس المنظر برضو من هنا كده ايه الجمال. تحس كده لوحة، مش منظر طبيعي. نجي كده تاني جيلاتي عزة. موقف الباص هناك اللي هو الباص ابو دورين، الموقف بتاعه هناك. بناخده من هناك كده لغاية المنطرة. كان برضو الاستاد، احلى مكان هنا الاستاد.
طب يعني المركب اللي هناك دي كده؟ دي كده كبيره؟ اه. كام بقى الفرد؟ الفرد عامل 100 جنيه. فرد 100 جنيه لغايه سلسله كده؟ بتطلع بيكي جوله اسكندريه وبتجيبك تاني. لغايه 5 ل 6 سلسله صح؟ لغايه سلسله وبترجع تاني هنا. لا مكتبه اسكندريه مكتبة جوله اسكندرية. النيل وبجيبك هنا تاني. بس برضه رحله جميله برضه كده للي جاي وحابب برضه هنا رحله جميله جدا. الفرد ب 100 جنيه بس. بصوا بتركبوها من هناك كده، الممر اللي هناك ده كده بتركبوها من هناك كده باين كده. بصوا كده تاني ادي المركب اهي كده. رحله جميله جدا. الفرد ب 100 جنيه لغايه مكتبه اسكندريه. هنقول لك تاني الفرد ب 100 جنيه لغايه مكتبه اسكندريه وبنرجع تاني هنا. يعني بتقعد حوالي ساعه الا ربع كده، من ساعه لساعه الا ربع لغايه مكتبه اسكندريه. من هنا كده لغايه مكتبه اسكندريه بنرجع تاني هنا. فرد ب 100 جنيه. في كمان بقى الباص كمان في ظهري كده ادي موقف الباص ابو دورين. يبقى تاني كده الباص اهو. احلى فسحه واحلى رحله واحلى اجواء هنا بصراحه. ادي كده الباص بناخده زي ما قلت لكم من هنا لغايه المنظره ماشي. وادي كده المركب الفرد زي ما قلت لكم من هنا كده من عند الزحمه اللي هناك كده اهو. من عند الزحمه اللي هناك دي كده المركب الفرد ب 100 جنيه لغايه السلسله. بعيد تاني عشان لو مستمعين لغايه السلسله بنرجع تاني هنا. وبيقول لي الرحله بتاخد من ساعه الا ربع ساعه. في الظهر كده على طول القلعه لو جينا كمان من هنا اهي. بصوا القلعه كده في ظهرها على طول. بصوا برده كده قربنا من هنا كده. بصوا ادي كده المكان تاني قبل ما نمشي. بصوا كده احلى اجواء احلى مكان واحلى فيو. بصوا بقى الانتيكات بقى والحاجات الجميله دي كده. بصوا الجمال بقى. المصحف اللبس الاسكندراني ده اللبس الاسكندراني ده صح؟ اه. لو عايز تصوري بيه عادي. لو عايز يتصور بيه يتصور بيه عادي. يعني تاخدي الملايه وتاخدي الفيشه وتصوري على الرمله وتصور بيه على البحر كده. هنا كده تاخد اللبس كده الاسكندراني تصور بيه هنا كده. حاجه تانيه خالص غير الحاجات الجميله كمان اللي هنا كده. بصوا كده برضو احلى هدايا. الصدف ده بصوا الشنط برضو دي كده. ده جلد طبيعي. جلد طبيعي الشنط دي. بس التحف دي كده برضو شنط جلد طبيعي شغل هاند ميد. بس كده حاجات قيمة قوي. هدية قيمة جدا.
بصوا برضو كده